يعني عشان الإنسان يكون صريح مع نفسه، الأمانة لا نظليش يعني نغطي، يكفي كل واحد يكون صريح مع نفسه. أجل الكذب والتملاق والفسبكة هذا ونحن متضامنين ولا علشان الموضوع ينحل. وفعلا إذا به رجال تحل وتصلح أجيال، صارحوا أنفسكم أولا، صارحوا أنفسكم واخرجوا المشكلة. صدق علي الحرام والطلاق أنكم عارفين وأنا عارف أن إحنا أجبن خلق متواجد عنصري داخل هذا الكرة الأرضية، على ما بنكذب. عندنا كل طبقات العنصرية، وما حصل لملاطف أو بيحصل لملاطف حميدي ما هوش يعني نبذة يعني على 0% من ما بيحصل لآلاف الناس داخل اليمن في مكانة ملاطف حميدي. على من بنكذب؟ ما حصل لملاطف من قبل أرذال الرجال اللي ينتسبون لآل الحميدي، بالرغم من آل الحميدي رجال كبار أكفاء أوفياء شرفاء، ما لا يمكن أن توصلهم عقولهم السليمة إلى تفكير هذا الرذيل اللي لكن المشكلة فينا احنا، إنه أصلا احنا عارفين ومتأكدين. حتى مع المتضامنين اللي متواجدين الآن كلهم، مع احترامي للجميع اللي بيتضامنوا، وكل واحد بينسب ملاطف إلى قبيلته، ولنا الفخر جميعا. لكن واجهوا مشكلتكم فعلا. ايش المشكلة؟ انتم عارفين وانا عارفين ان احنا اكبر عنصريين واكبر حاقدين وانه كل امراض العالم في الحقد والحسد والعنصرية وهذا متواجدة بيننا البين. على ما بنكذب؟ كل شيء معاب في اليمن، كل شيء معاب في اليمن ما عدا الانسان البلطجي. خلوا كل الناس وكل العالم يشوفوا او ينظروا الى القبيلي انه هو البلطجي. كل شيء أصبح معاب داخل اليمن، كل هالمهن أصبحت معابة. كل الإنسان يطلب الله بشرف ومهنة داخل اليمن أصبح معاب وقليل الأصل وخط 110. على من بنكذب؟ واجهوا مشكلتكم علشان نوصل إلى علشان تحلوا. أنتم عارفين وإحنا عارفين كلنا إنه كل شيء معاب، وكل من يشتغل شيء أو مهنة معاب ما عدا إنك تكون بلطجي سارق حرامي مراعي واحد يجي يصرف عليك أو شيء تنهب أرضية. هكذا أصبحت عقول الناس كثير واحنا عارفين. وما كانش، وعلى فكرة هذا لم تكن من زمان، هذا وليدة هذا 20 سنة 25 سنة الأخيرة، هذا 30 سنة بالكثير. تطورت الأشياء وأصبح الناس يقيسوا الشخص بشغلته ويسمن، وهذا زطي وهذا خط 110 وهذا أصل غب وهذا لا لقيته مبندق والجعبة عرضه والشال عاصبنه على جنب، هذا هو قدو من غب القبيلة، ويجي يضحك عليك ويلف عليك وينصب عليك باسم القبيلة، وهو إنسان ديوث ما يسوى رجلك. هكذا أصبحت المهن في اليمن معابة كلها. الكذب نسميه. كم به طبقات عندنا في اليمن؟ طبقات البشر أول حاجة قبل ما أدخل في المهن اللي هو هذا يعني أصحاب البشرة السوداء على جنب، والسمراء على جنب، والزرقاء على جنب، وبعدين ندخل في المهن اللي هو حلاق هو قليل الأصل، واللي هو جزار قليل الأصل، واللي هو يعني مزين سيارات هو قليل الأصل، واللي هو بيشتغل في مطاعم قليل الأصل، واللي بيبيع خضري، واللي كل المهن أصبحت معابة. على من بنكذب؟ واجهوا مشاكلكم. ادوني مهنة داخل اليمن ما عادش معابة إلا مهنة اللي بدأوا يصوروا في روسنا إنه القبيلي هذا اللي هو تلقاه متبندق، وشلونك يا فلان وهو علي الطلاق 3، لو مش كلب، لو شيء يعني جرذي فار يقدم أصليه ما تلقى له غباره. على من بنكذب؟ أصبحت القبيلة محصورة في رؤى ناس، في مناظر الأشخاص وليس في أفعالهم. ما حصل لحميدي لملاطف الذي يمثلني أنا كجهمي، وكل يمني شريف حر يمثلنا جميعا، بيحصل لآلاف الناس داخل اليمن وعايشين. على من بنكذب؟ لا نكذبش والله العلي العظيم مع احترامي للجميع، لكن والله ان احنا عارفين انه فعلا ان هذا المرض داخلنا، وبيظل الى ان جميعنا نصارح انفسنا ونعرف انه قليل الاصل اللي هو متبلطج، ونعرف اللي هو قليل الاصل وقليل النسب اللي هو انسان سارق وحرامي، وننسب كل شيء الى محتواه او الى مكانته. هكذا
فعلا بنعرف وبنحجم هذا. نقلب أصحاب المهن هم الشرفاء والقبائل والمحترمين وأبناء الناس، والسارق والحرامي والبلطجي والنذل والحقير والمغتصب والناهب هو قليل الأصل. واجهوا أنفسكم، واجهوا مشاكلكم، مع احترامي لقبل اليمن جميعا، وكلنا نعود إلى تراب الوطن هذا اللي يجمعنا كلنا. أنا لا أؤمن، وأنا على ما أظن أننا من أوائل من تكلم عن هذا المواضيع، ونزلت مقطع قبل فترة، قبل 3 سنوات، وأنا أقطع لحم ولي الفخر وأشتغل وصاحب مطاعم، وقعد ضجة يعني ما عرفت بدايتها من نهايتها، وما زلت على موقفي. لكن أنا واجهت، فمن باقي منكم يا مشاهير العالم أو اليمن، ومشاهير وغير مشاهير، بيواجه ويخرج يشتغل على نفسه، ويخرج. بتلقى ابن القبيلي اللي بيسمي ابن القبيلي اللي بيسمي نفسه السارق، قصدي قبيلي، ميت جوع داخل البيت، بيدور كيف يتهلطع عند كم من واحد ياكل. لكن لا، انا ولد فلان عيب اشتغل. اصبح في اليمن فيها كل شيء معاد في الشغل، اي شغل في اليمن الا من ما رحم الله من مهنه، ولا الباقي كلنا. واجهوا ملاطف حميدي، يا ملاطف الحميدي، انت انا نافذ لك والله العظيم انك عندي في مكانة 1000 قبيلة وقبيلة. انت شرفت وانرت، انت شرفت وطرحتنا في مكانة يعني، واظهرت للعالم يعني مدى يعني حب اليمني واليمنيين للحياة واسلوب حياته ونمط حياته وشرف المهنة. انت مثال لكل رجل حر. لا تصدق شلهلات هذا ولا علي الحرام يا ذي بيتكلم عليك. هو الانسان اللي هو اصيل ومن بيت ابوه ومن معدنه ومن كلامه يبان. اما باقيين الثانيين الهلاتي علي الحرام يا ملاطف ما يسووا الخيزران اللي بتضرب بها الطاسه حقك. واصل، انت انسان تشرف كل يمني حر من قاصها الى دنيها، والباقيين عليهم اللعنه حتى تصل لعناتهم الى 7 سماء. واجهوا مشاكلكم يا ابو يمن، واتركوا الهرطلات الكذب والتضامنات الكذب، وطرحوا الواقع وحلوه.